بسم الله الرحمن الرحيم. شباب أولى إعدادي، معانا إن شاء الله النهاردة الجزء الأول من مراجعة الوحدة الأولى. أسئلة مهمة جدا وكتير مننا بيقع فيها. يلا صلى على النبي. أول سؤال سهل جدا إن شاء الله، بس خلي بالك بس. بيقول لي هنا إيه؟ 7 في 7 في 7. هتقول له والله يا مستر سهلة جدا، 7 مضروبة في نفسها 3 مرات، يعني 7 أس 3. الأس اللي هو عدد مرات التكرار. طيب كلام جميل. السؤال التاني بيقول لي أي مما يأتي يساوي -5 أس 4. طيب قبل ما نحل السؤال ده هفكرك بس بحاجة بسيطة جدا. طبعا انت عارف ان 2 أس 2 بتساوي كام؟ هتقولي تافهة جدا، 2 أس 2 يعني 2 في 2 بتساوي 4. تمام. طب لو قلت لك سالب الاتنين، وخلي بالك أس 2، وقبل ما تقول إجابة دي هكتب لك كمان واحدة، سالب الاتنين أس 2. ركز بقى. طبعا الأولى احنا قلنا كده كده سهلة جدا. التانية مادام يا باشا هنا في عندك أقواس، تمام، يبقى انت كده الأس الزوجي بتاعك ده على الرقم اللي هو الأساس يعني بإشارته، واخد بالك؟ فبالتالي الأس زوجي، فكده كنسل الإشارة واتبقى لك 2 أس 2 اللي هي كده كده ب4. طيب إنما السؤال الثالث سالب 2 أس 2، هنا أنا مش عامل أقواس أصلا، تمام؟ فكده الأس ده على الاتنين بس، السالب ده بره، تمام؟ فهيبقى السالب زي ما هو و2 أس 2 ب4. أتمنى تكون واضحة لأن الجزئية دي مهمة جدا، وده اللي بيوقعك فيه. سؤال رقم 3. سوري لسه سألتني. طيب المهم صلى على النبي. يبقى أنا عندي هنا حالا في سؤال 2 بيقول لي إيه؟ بيقول لي والله عندك -5، خلي بالك هو عامل أقواس، أس 4، نفس فكرة السؤال اللي أنا عامله التاني ده. طيب -5 أس 4، خلاص بقى أنا فهمتها مصر، الأس زوجي عندي، فبالتالي كنسل الإشارة دي، فبقى لي 5 أس 4 اللي هي 5 في نفسها 4 مرات، أو ممكن تستخدم الآلة مش مشكلة وأنت بتجيب الناتج يعني. فبالتالي هتبقى 625. إن شاء الله تكون واضحة. سؤال رقم 3 بيقول لي أي مما يأتي يساوي -2 أس 6. أهو خلي بالك، شفت الجزئية اللي شرحتها لك؟ يعني شاملة السؤال التاني والسؤال التالت، وهيقابلنا كمان عليها يعني. بيقول لي -2 أس 6. هتقول لي خلاص بقى مش هنقع فيها، أنت لسه قايل لي من شوية مفيش أقواس، يبقى الأس على على الأساس بس، على الرقم بس، ملوش دعوة بالإشارة. فأنت كده كده هتقول يساوي الإشارة زي ما هي، و2 أس 6 عندك ب64، لأن كتير منكم بيقول لي الإجابة موجب 64 والإجابة عندك هنا سالب ال64. خلي بالك، خلي بالك من الإشارة، وشوف الأس هنا معمول له أقواس ولا مش معمول له أقواس. خلي بالك من الحاجات دي بتوقع ناس كتير. طيب سؤال رقم 4 بيقول لي الصورة الأسية للعدد 64. طيب تمام، هسألك سؤال بسيط جدا، هي ال 64 دي كام في كام؟ هتقول لي والله مباشر 8 في 8، دي اللي احنا حافظينها في جدول الضرب. طيب التمانية مضروبة في نفسها كام مرة؟ مرتين، يبقى خلاص يبقى دي معناها إن هي 8 أس 2. وبس كده الصورة الأسية. سؤال سهل جدا. سؤال 5 بيقول لي -15، طبعا ده عدد كسري لو أنت فاكر من ابتدائي، و5 على 8. طبعا بيقول لك بيساوي، فانت الاول دايما لما يديك عدد كسر حوله الاول، حوله لكسر غير فعلي. لو انتوا فاكرين ابتدائي يعني كنا بنحط هنا علامه ضرب وهنا علامه جمع، هنا الموجب والفي. طيب المهم -15 هتضربها في 8 وتجمع عليها 5، فهيدينا -125. عايز بس اوضح حاجه طبعا على نفس المقام اللي هو الثمانية. محدش يروح يضرب يقول ايه -15 في 8 وتمام والناتج اللي يطلع يجمع عليه 5. طبعا ده غلط. هتقول لي يا مستر ما انت قلت كده من شويه. لا، السالب انا هنحطه بره لوحده وما تحسبوش مع ال 15، لان دي اشاره العدد الكسري كله مش اشاره ال 15 بس. لان كده لما تعملها بالشكل ده -15 وبعدين تجمع عليها 5 مش هيطلع لك اصلا 125، واخد بالك؟ فبالتالي خلي بالك من الحته دي من التحويل يعني. ان شاء الله تكون واضحه. يبقى انا هنحط السالب زي ما هو عادي بره، واضرب 15 في 8 زائد ال5 يطلع معاك 125 على نفس المقام اللي هو 8. طيب مين بقى من الاختيارات اللي عندي بتدينا -125 على ال8؟ والله لو جينا نبص الاختيار الاول اللي هو عندي 5 على ال2 أس 3، والله واضح يا مستر اصلا ان انا هستبعده. ليه؟ انا اصلا عايز سالب وحضرتك مديلي 5 على ال2 أس 3، فمش هيديني سالب اصلا. تمام. ف5 أس 3 طبعا قلنا بنوزع الأس مرة يبقى على البسط ومرة يبقى على المقام، قلنا ده في الشرح.
5 أس 3 125 على 2 أس 3 ب8. طيب هي طلعت نفسها بس إحنا عايزينها بالسالب، خلاص يبقى تختار 5 على الاتنين بس يبقى فيها إيه إشارة سالبة اللي هو هيبقى اختيار رقم ج. حط سالب بس عشان يبقى سالب 125، يبقى سالب 5 على الاتنين أس 3. وده بالنسبة لسؤال رقم 5. طيب سؤال رقم 6، يلا صلي على النبي. بيقول لي إذا كان سؤال مهم جدا، بيقول لي ك أس 100 زائد الك أس 101 والناتج عندي صفر. طيب أنا عندي حالا رقمين المفروض إن هما مجموعين وناتجهم بيساوي صفر. طبعا فأنت أول حاجة تيجي في بالك إيه؟ أي عدد قلناها قبل كده برضو في الشرح، أي عدد زائد معكوسه الجمعي بيساوي صفر. أي عدد زائد معكوسه الجمعي، طبعا المعكوس الجمعي اللي احنا بنغير الإشارة يعني، الناتج دايما صفر. يعني المفروض إن هنا الرقم اللي اتحط هنا يبقى معكوسه هنا عشان الناتج يبقى نفس الرقم، يبقى واحد موجب بواحد سالب. طيب عندي اختيارات طبعا، لأن لازم السؤال ده يجيب لك فيه اختيارات. قالك فإنه يمكن أن تساوي واحد ولا اتنين ولا سالب واحد ولا سالب اتنين. طبعا احنا لو عوضنا بالواحد، طبعا لو انت فاكر برضو من الشرح ان واحد أس أي حاجة بواحد، واحد أس 1100 أي حاجة هيبقى واحد. لو جينا نعوض بواحد فيبقى واحد أس 100 بواحد، زائد واحد أس 101 برضه واحد، فواحد زائد واحد اتنين، وأنا أصلا عايز إيه؟ ده إحنا عايزين صفر. طب هنعمل إيه هنا؟ خلاص ماشي، تعال الاتنين طبعا مستحيل، مستحيل سواء اتنين أو سالب اتنين. ليه؟ لأن سهلة جدا إن أنت عايز الناتج يبقى صفر، يعني ما تقعد بالاتنين. 2 أس 100 شوف بقى بكام، وسالب 2 أس 101 هيطلع لك رقم طبعا بالسالب عشان الأس ده فردي، ولما تطرحهم هيطلع لك رقم سالب لأن طبعا 2 أس 100 أقل من 2 أس 101، فمش هيدينا صفر. تمام، عشان ما تقوليش بس أنت ليه استبعدتهم يا مستر كده من فراغ يعني. باقي لي السالب واحد، هنختاره لا طبعا، بس لازم نتأكد نشوف هو صح ولا غلط. لو نيجي نعوض بالسالب واحد بقى ركز معايا، السالب واحد هيبقى عندك سالب واحد أس 100، كلام جميل، زائد ك أس 101 هيبقى سالب واحد أس 101 هيساوي، ركز بقى، عندك هنا الأس ده زوجي فبالتالي كنسل الإشارة، الأس ده فردي فالإشارة هنطلعها بره. تمام، فأنت عندك كده يبقى عندك واحد أس 100، قلنا واحد، الموجب في سالب بسالب، واحد أس 101 بواحد برضو، واحد ناقص واحد يدينا صفر. شباب أنا بشرح باستفاضة بس عشان إيه اللي عنده بس مشكلة في الشرح أو أي حاجة. تمام، فعشان ما تستغربش ان انا بطول كتير في حلول الاسئله عشان بنحل حل تفصيلي يعني عشان الكل يستفاد. المهم صلى على النبي. سؤال رقم 7 بيقول لي المعكوس الضربي للعدد 1 على 3 أس 2. تافهه جدا يا مستر، يا قلنا من شويه وزع الأس، البسط ياخد أس 2 والمقام هو كمان ياخد أس 2، 1 أس 2 بواحد، 3 أس 2 بتسعة، بس كده. بس أنا مش عايز قيمة الكسر ده أو الصورة الأسية دي، أنا عايز إيه؟ أنا عايز المعكوس الضربي. تمام، فخلاص المعكوس الضربي الواحد على 9 إيه؟ بنشقلب، خلي البسط مقام والمقام بسط، فيبقى إذا المعكوس الضربي بتاعك هيبقى طبعا 9 على 1 اللي هي 9، واختيار رقم ج. طيب سؤال رقم 8، صلى على النبي. بيقول لي إيه هنا؟ بيقول لي 4 أس 8 على 4 أس 5. والله يا مستر احنا قايلين قاعدة في عملية القسمة، بعمل ايه في الأسس؟ بنطرح، خلاص. طبعا عملية قسمة الأساسات المتشابهة، مش أي قسمة وخلاص. فأنا هحط نفس الأساس اللي هو الأربعة واطرح بقى الأسين من بعض، عندك الأس الأول 8 والتاني طبعا ايه 5، يبقى 8 ناقص 5 هيساوي 3، يبقى الناتج 4 أس 3، اختيار ج. سؤال رقم 9 مهم جدا وبيتكرر كتير في امتحانات، وبرضه حلين شبهه في الشرح. بيقول لك ايه 3 اس 2 زائد 3 اس 2 زائد 3 اس 2 زائد 3 اس 2 ثلاث مرات يساوي. والله قلنا في الحالة دي ناخد واحد منهم عامل مشترك اللي هو ال 3 اس 2، لو خدنا واحد منهم عامل مشترك طبعا كأنك بتقسم في كل مرة على 3 اس 2، واي حاجة على نفسها بيساوي ايه؟ بيساوي واحد. اهو اللي مش فاهم، معنى معنى ان انت خدت 3 اس 2 عامل مشترك يعني انت بتقسم كل حد على 3 اس 2.
طبعًا إحنا كتبنا العامل المشترك برّه. عندك بقى هنا 3 أس 2 على 3 أس 2 ب1، أي حد على نَفْسه ب1، يبقى 1 زائد 1 زائد 1 بيساوي طبعًا 3 أس 2 زي ما هي، 1 و1 و1 3 يبقى مضروبة في 3. طيب مش واخد بالك من حاجة، إن ال3 دي الأس بتاعها كام؟ الأس بتاعها 1، وعندي هنا عملية ضرب، إحنا قُلنا من شوية إن في القسمة بتطرح الأُسس، وفي الضرب قُلنا إيه، بنجمع الأُسس. طبعًا نفس الأساس اللي هو 3 و2 زائد 1 طبعًا 3 يبقى الناتج 3 أس 3. سؤال رقم 10 صلّى على النبي، بيقول لي خُمس العدد 5 أس 4. بُصّوا يا شباب سريعًا كده، كلمة خُمس معناها حاجتين، يا إما إن أنت بتقسم على 5 أو بتضرب في خُمس، تمام، ما فيش حاجة تاني غير كده، أو في خُمس والاتنين واحد. طيب تعالَ نشوف سؤالنا بقى، عندك هنا بيقول لك إيه، خُمس العدد 5 أس 4. الأسهل ليك إن أنت تقول لي 5 أس 4 على ال5. وتقول له: "يا مستر ال5 دي الأس بتاعها 1 ودي عملية إيه، عملية قسمة، هاعمل إيه في القسمة، باطرح الأس نفس الأساس و4 ناقص 1 3". هتقول لي: "معلش يا مستر أنا عايزك تعمل التانية عشان دي ما جاتش في بالي الصراحة". بس كده، هيبقى عندي 5 أس 4 مضروبة في خُمس. حل تفصيلي، ال5 أس 4 أي حاجة ما لهاش مقام، مقامها إيه، مقامها 1. كأنك بتضرب كسرين في بعض، بسط في بسط ومقام في مقام. لما تضرب 5 أس 4 في 1 طبعًا 5 أس 4 و1 في 5 ب5، يبقى أنت أصبح عندك 5 أس 4 زي ما قُلنا على ال5، اتحولت برضه لقسمة، تمام، في القسمة بتعمل إيه، بنطرح الأُسس وقُلنا الأس اللي تحت 1 يبقى 4 ناقص 1 بيساوي برضه 3 يبقى الناتج 5 أس 3. اللي يعجبك حِل بيه بس أهم حاجة تحِل صح. طبعًا يا شباب إحنا قُلنا 5 أس 3 اللي هو اختيار. طب هو عندك هنا 5 أس 2 وهنا أس 5 وهنا أس 0. طب ما تيجي نشوف دي كده. هو قال لك 5 في 5 أس 2 يعني هو بيحاول يوقّعك يعني. 5 في 5 أس 2. هو مش الأس هنا كام؟ 1 ال5 أسها 1، تمام، ودي عملية ضرب، وتعمل أنت إيه في الضرب؟ والله باجمع الأُسس، خلاص نفس الأساس واجمع 1 و2 كام؟ 1 و2 3 فهي يبقى طبعًا الاختيار رقم أ. إن شاء الله تكون واضحة. سؤال رقم 11 يالّا صَلّي على محمد. بيقول لي المعكوس الجمعي للعدد -2 على 3 أس -2. سؤال يبان تافه، بس هو مهم وبيوقّع برضه ناس كتير منكم سواء هو أو المعكوس الضرب يعني، فأنت ما تستعجلش. أنا هاحل الأول الصورة الأساسية اللي هو مدّيها لي، أبسّطها كده وبعد كده عايز معكوس جمعي خلاص لو هي موجبة خلّيها سالب، عايز معكوس ضربي خلاص أشقلبها أخلّيها المقام بسط والبسط مقام. بس أهم حاجة تبسّط اللي هو عايزك تجيب له المعكوس الأول، ما تشتغلش على طول كده. فأنت عندك -2 على 3 أس 2، أس -2 سوري. طيب ماشي، تعالَ أمّا نشوف نبسّطها الأول وربنا يسهّل. أول حاجة أنا قايل لك إيه في الشرح، قايل لك والله لمّا يبقى الأس عندك سالب شقلب على طول، علّمناها إحنا بكده، الأس سالب شقلب عشان نخلّيه موجب، يعني بدل ما هي -2 على 3 لأ أخلّيها 3 على -2. حلو، وطبعًا خلاص بقى ما دام أنت شقلبت يبقى الأس بتاعك يتحوّل إشارته من السالب للموجب. طب مش واخد بالك من هنا إن الأس بتاع الكسر ده أو الأساس زوجي، والأس زوجي يعني إيه؟ والله يعني كنسل الإشارة، خلاص أصبح معاك أنت عندك حالًا 3 على ال2 أس 2، وقُلنا وزّع الأس، البسط ياخد له أس 2 والمقام برضه ياخد أس 2، وبعد كده حِل بقى عادي جدًا بقى 3 أس 2 9 و2 أس 2 2 في 2 ب4. أنت أصلًا أنت ما حلّيتش، ده أنت كنت بتبسّط بس وبعد كده هتجيب المعكوس اللي هو عايزه. قال لك أنا عايزك تجيب لي المعكوس الجمعي، خلاص أنت طلّعت 9 على 4 معكوسها الجمعي غيّر إشارتها، يبقى -9 على ال4، يبقى الاختيار رقم ج. سهلة وبسيطة إن شاء الله. سؤال رقم 12 صَلّ على النبي. بيقول لي 3 أس -2 أهو، يعني سؤال 11 اللي فهمه هيحل سؤال 12. تعالَ نشوف. سؤال 12 بيقول لك إيه هنا، بيقول لي 3 أس -2. هتقول لي يا مستر بس أنت في سؤال 11 كان عندي بسط ومقام وأنا الصراحة باتلخبط في الحتة دي. هاقول لك بس كده، مش إحنا قُلنا من شوية فوق هنا اللي ما لوش مقام مقامه إيه؟ مقامه 1، تمام؟ طيب يعني دي معناها إن هي مقامها 1. فأنت شقلب بقى، يبقى خلّيها 1 على 3 أس 2. طب أنا ليه خلّيتها أس 2؟ ما إحنا اتفقنا بقى، قُلنا بنشقلب عشان نخلّي الأس بتاعنا
موجب أو نغير إشارته زي ما إحنا عايزين. يعني هيساوي 1 على 3 أس 2 ب9. بس كده، يبقى 1 على 9. آخر سؤال في الجزء الأول، صلى على النبي. بيقول لك إيه هنا؟ بيقول لي 5 أس 2. اللي فهم السؤال رقم 6، بس طبعا هو هنا جمع، هيفهم سؤال 13 إن شاء الله. هي الفكرة، افهم الفكرة مش تحفظ السؤال يعني أو الإجابة. المهم بيقول لك إيه؟ بيقول لك 5 أس 2 مضروبة في نقط بيساوي 1. طيب صلى على النبي. أنا حالا في أسس، واخد بالك، والناتج بتاعي 1. فإمتى الناتج بتاع الصورة الأسية يبقى 1؟ والله لما يبقى الأس صفر. إحنا قلنا إيه؟ أهو أي حاجة أس صفر، أي حاجة الأس بتاعها صفر، ناتجها طبعا 1. طيب فأنت حالا محتاج هنا، طبعا انت كده كده هتكتب نفس الاساس. ليه؟ والله انا في الضرب والقسمه قايل لك فوق، لا سواء ضرب او قسمه هتجمع اسس او هتطرح اسس، لازم أن يكون تاخد بالك من حته ان الاساسات متشابهه. فانت كده كده هتحط نفس الاساس اللي هو 5. محتاج تحط اس يخلي لك مجموع الاسين دولت، عشان عندك ضرب هتجمع الاسين. تمام؟ يبقى ناتجهم ايه؟ ناتجهم صفر. مش احنا قلنا اي حاجه اس صفر ناتجهم 1؟ تمام. يبقى الاتنين دي اضيف عليها كام يدينا صفر؟ اي واحد قلنا من شويه برضو راحت فين اهي، اي عدد زائد معكوسه الجمع بيساوي صفر. يبقى انت حالا ما عندكش ان شاء الله مشكله، اي عدد زائد معكوسه بيساوي صفر. حلو، انا عندي هنا 2، خلاص يبقى انا هنحط الاس الثاني سالب 2. طب لو كان هنا سالب 2، خلاص يبقى انت تحط هنا موجب 2، وهكذا. تمام؟ ان شاء الله تكون واضحه وسهله. يبقى 5 اس 2 في 5 اس سالب 2، اللي هو اختيار رقم ج. وإن شاء الله انتظرونا في أجزاء كتير جدًا على مراجعة الوحدة الأولى، وإن شاء الله باقي المنهج بإذن الله. نشترك وندعم المستر، وإن شاء الله يكون معاكم دايمًا في المنهج كامل بإذن الله تعالى، وربنا يوفقكم جميعًا يا رب.